اهلا بيكم اصحاب برج العذراء، عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا. هنشوف مع بعض الطاقة العامة لفنجانك بتاريخ اليوم 18/3/2024. طاقة جديدة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويا رب يتقبل صيامكم في الشهر الكريم ده يا اصحاب برج العذراء. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي طاقتك معايا يا برج العذراء، طبعا لايك وفولو، ومتنسوش طبعا تكتبوا تحت يا رب نستقبل البشارة وندمر النية ونشوف طاقتك يا برج العذراء. طاقتك في الوقت الحالي يا عذراء، شايفة انك انت يعني بتفكر في شخص يعني في الوقت الحالي يا عذراء انت بتفكر فيه جدا. ممكن يكون الشخص ده انت زعلان منه، لان واضح ان انتوا ما بتتواصلوش الفترة دي، وحتى لو في تواصل ما بينكم يا عذراء بشوف ان الشخص ده كلامه بيزعلك، كلامه بيضايقك، كلامه بيجرحك. في حد ممكن يكون يا عذراء بيتعمد ان هو يستفزك، بيتعمد ان هو يجرحك او يكلمك بطريقة انت مش حابب انك انت تتعامل بيها يا عذراء. فشايفة في شخص بيتعامل معاك بقسوة، بيتعامل معاك بتجاهل. ممكن يكون ده شخص بعيد عنك، انت على فراق او انفصال معاه، ولكن شايفة انك انت مازال بتشتاق للشخص ده يا عذراء، ومفتقد وجوده، مفتقد ايامه، مفتقد كلامه، مفتقد اهتمامه. جايز تكون انت يعني عذراء يعني اتصدمت فيه وما كنتش متوقع ان هو يطلع منه كم القسوة وكم الخذلان اللي انت يعني تعرضت له منه. بشوف ان انت الفترة دي يا عذراء يعني بدأت انك انت تركز في بداية جديدة، تركز في حياتك الجاية. شايفة برج العذراء على قد ما انت كنت يعني بتفكر كتير الفترة اللي فاتت دي بشكل يعني محبط شوية، وبشكل فيه مشاكل، وبشكل فيه انك انت تعرضت للظلم، تعرضت للخذلان في حياتك، تعرضت لناس كتير قوي اذتك، ناس كتير قوي وقفت في طريقك، ومازال في ناس بتقف في طريقك يا عذراء. وفي ناس ممكن تكون كارهين انك انت تعلى او توصل لحاجة انت فعلا اجتهدت عليها. في ناس يا برج العذراء شايفاهم بيحقدوا عليك، ناس بتتكلم على نجاحك. شايفة انك انت الفترة دي عندك حصانة الهية، شايفة ربنا بيكرمك يا عذراء، ربنا بيكرمك، ربنا بيوفقك في حياتك. في بوابة طاقية من الخير والرزق داخل حياتك يا عذراء. شايفة ان عندك نجاح بعد كفاح، بعد اجتهاد، بعد صبر، بعد تحمل أذية، تحمل كلام سلبي انت سمعته في حياتك يا عذراء. شايفة كمان يا عذراء ان انت الفترة دي عندك نقلة، عندك حركة، في سفر، في زيارات، بتفكر انك انت يعني تركز في ورقتك، في مستقبلك، في نجاحك. شايفاك بتفكر كمان افكار جديدة اتجاه شغل جديد، اتجاه مثلا ماديات، اتجاه انك انت تغير وضعك لوضع افضل من اللي انت عليه. شايفة يا عذراء انك انت في طاقة حلوة جدا من الخير، وشايفاك انك انت في حاجة ممكن تكون شوية انت يعني متردد فيها او في حيرة فيها. ممكن تكون حاجة انت عايز تبتديها، وشايفة الحاجة دي هتكون وش الخير والسعادة عليك. يعني زي مثلا ممكن لبعضكم بيفكر يعمل حاجة على السوشيال ميديا، بتفكر تعمل مثلا قناة على اليوتيوب، بتفكر انك انت تشتغل اونلاين عن طريق الانترنت، بتفكر تعمل تسويق، بتشتغل في حاجة تبع استثمار، في حاجة انت بتفكر فيها، ولكنك انت عندك يعني شوية خوف من انك انت تبتزيها. فانا شايفة بالعكس، انت لو بدأت الحاجة دي تنجح جدا فيها. لبعضكم ممكن تكون بدأت ده بالفعل ونجحت وحققت فيها مكسب مادي او وفرة انت ما كنتش متوقعها يا برج العذراء. لا، وكمان ثبت للي حواليك انك انت قدرت انك تثبت وجودك في المنطقة دي او في المكانة دي. شايفة كمان انك انت ممكن تكون في الوقت الحالي بتمر بتعب في المكان العمل، ما بينك وما بين زملائك، ما بينك وما بين مديرك. حاسس انك انت يعني بتمشي يومك يا عذراء او بتحاول تمشي دنيتك، لان شايفاك مضغوط شويه يا عذراء، انت مش مرتاح في الشغل اللي انت فيه. حاسس نفسك انك انت مضغوط نفسيا ومضغوط كمان يعني
جهديا اتجاه الشيء ده. يعني انت كمجهود وكنفسية انت حاسس نفسك انك مش قادر تقاوم، مش قادر انك انت يعني تقاوح مع حد يا عذراء. شايفاك انك انت بتحاول الفترة دي انك انت آم، تماشي دنيتك بالمعنى العربي او بالمعنى المصري. فانا شايفة انك انت يا برج العذراء الفترة دي انت عندك نجاح وفي ترقية جاية لك، في فلوس جاية لحياتك انت مش متوقعها. كمان شايفة في اموال هتجيلك عن طريق عملة غير عملة بلدك، ممكن تكون هتجيلك فلوس من الخارج عن طريق صديق، عن طريق حد، عن طريق شغل. انت يا برج العذراء ممكن تكون آم، يعني تشتغل فيه او حاجة. ولكن شايفة انك انت عليك تراكمات الفترة دي، ممكن تكون عليك مسؤوليات التزامات، ولكن شايفاك انك انت بتبتدي من جديد. ممكن تكون انت بقالك شوية موقف حاجة يا عذراء، الحاجة دي انت تبتديها تاني وهتحقق فيها نجاح وهتحقق فيها يعني جدارة او صدارة في الشيء ده. شايفة يا عذراء انك انت الفترة دي عندك قلق، قلة نوم، نومك متقطع يا عذراء. شايفاك انك انت الفترة دي يعني امورك هتتحسن الصحية، لان شايفة نفسيتك مش حلوة، ولكن عندك هنا تحول جذري لصحتك لنفسيتك. شايفاك بتفكر تغير حاجة في شكلك، تغير حاجة في لبسك، تغير لون شعركم، تغيروا ممكن طريقتكم، اسلوبكم. شايفاكم يا برج العذراء الفترة دي انتوا يعني عاملين خير او بتفكروا تعملوا حاجة في حياتكم، لان شايفة في طاقة خير جاية حياتكم والطاقة دي حلوة قوي. يعني واضح ان في ناس كانت عايزة توقعك في مشكلة في الشغل، او في حد كان عايز يعمل معاك مشكلة تخص شيء معين، ولكن ربنا يعني وفقك ونصرك وحماك يا برج العذراء عشان الخير اللي انت عملته ده. فالخير ده منع شر او منع حاجة وحشة كانت ممكن تتعرض ليها الفترة اللي فاتت دي او الفترة دي مؤخرا. فشايفة ان انت ما شاء الله يا برج العذراء انت طاقتك حلوة قوي، وشايفة كمان انك انت عندك معجبين كتار حواليك. شايفة كمان ان في عروض حب تتقدم لك يا عذراء، وشايفة ان كسرة القلب دي وراها فرحة، وراها فرحة يا برج العذراء. والله عندك فرحة، عندك نصرة، بس قول يا رب. شايفاك بتدعي كتير ربنا وربنا بيستجاب دعوتك. شايفة كمان الفترة دي انت بتعملوا تغييرات في المنزل، ممكن تكونوا بتغيروا اساس المنزل، بتغيروا ممكن شكل المنزل، بترتبوا حاجة في المنزل يا عذراء، شاريين حاجة جديدة او بتفكروا في شراء حاجة جديدة، بتفكروا ممكن تعملوا حاجة في المنزل تجددوها، كتغيير مثلا لون الجدران او الحيطان. في حاجة بتعملوها الفترة دي يا عذراء، ولكن الحاجة دي هتغير طاقتكم قوي لطاقة ايجابية وطاقة كده ايه، حب وفرح. برج العذراء كمان بشوف ان انت الفترة دي عندك جواز، عندكم رجوع للناس المطلقة او الناس المنفصلة. شايفة كمان الفترة دي انتوا جايلكم فلوس تخص نفقة، تخص فلوس من محكمة، ليكم حق، ليكم ميراث، ليكم شيء، في فلوس جايه لكم يا برج العذراء. ولكن احذر من امرأة، في امرأة يا برج العذراء يعني هي متضايقة منك قوي. لو انتي امرأة بالذات بتسمعيني يا عذراء، متضايقة منك قوي ومتغاظة، يعني واضح انك انتي مضايقاها، مستفزياها، اسلوبك، طريقتك، واضح انك انت ما شاء الله محبوبة يا امرأة برج العذراء، او رجل برج العذراء كمان في الطاقة دي محبوب. لكن بنسبة كبيرة امرأة برج العذراء ظاهرة معايا. فشايفة في حد ممكن يكون عنده حقد، عنده كده غيرة من ناحيتك، ففي عندها كده طاقة ان هي عايز تعمل معاكي مشكلة. وكمان شايفاه ان ممكن كانت طول الوقت بتلوم عليكي في حاجة، او طول الوقت هي بتغلطك، عايز تعمل معاكي مشكلة، عايزة ان هي توقعك مع شخص معين او توقعك مع حد من العيلة. فاحذري منها، لان شايفة ممكن تكوني انت مبتعدة عنها، او ممكن تكوني انت بتحاولي تتجنبي المعاملة معاها او التواصل معاها، ولكن شايفة فجأة هتيجي تتواصل معاكي. ولكن خلي بالكم الفترة دي من انك انتوا عندكم توتر شوية، يعني في حد ممكن يكون عايز يعمل معاكم مشكلة، يحطكم في مشكلة، لكن خلي بالكم يا عذراء بس اموركم هتعدي على خير. شايفة في كمان الفترة دي عندكم امضاء عقود تخص يمكن حاجة جديدة، زي ما قلت لكم بداية مشروع، شغل، وظيفة. شايفة كمان يا عذراء ان انت بتفكر ترجع للشخص، ولكن انت صعبان عليك نفسك يا عذراء، صعبان عليك انك انت
كنت شخص جدع، كنت شخص معطاء متسامح مع اللي حواليك، ولكن ما كنتش مش متوقع الغدر من اقرب الناس ليك. فشايفة ان في حد غدر بيك، ولكن الشخص اللي انت مشتاق له في الوقت الحالي هو كمان بيحن لك يا عذراء، وشايفاه ان هو عنده مشاعر حب ناحيتك. ممكن يكون ده حد من العيلة، ممكن يكون ده حبيب، ممكن يكون ده شريك، وشايفاه ندمان على اللي عمله معاك، وشايفاه ان هو قاعد مستنيك وبيكابر. صح، انت ممكن تكون حاسه ما بياخدش معاك خطوة، او متجاهلكم، او مش قد كلمته، او بيوعد وما بيوفيش، او شخص آم، غير ناضج، او بيتعامل معاكم بطريقة فيها يعني آم، تهور، او فيها ممكن عدم صدق او حاجه. فشايف ان الشخص ده يصدق معاك يا برج العذراء، ان فعلا الشخص ده عينه عليك وفي نفسه يرجع لك قوي. وشايفاه ممكن تكون في ما بينكم بلوكات او انقطاع تواصل، ممكن تكونوا عملتوا له بلوك يا عذراء، ممكن تكونوا خرجتوه بره حياتكم لانه تعبتوا معاه، تعبتوا وعانيتوا معاه قوي. الشخص ده حاولتوا معاه كتير يتغير، يصلح من نفسه، لكن مازال برضو كبرج العذراء هو عائق ليكم من ناحية نفسيتكم، ومن ناحية مشاكلكم معاه. شايف الشخص ده عايز يتغير وعايز يعوضك عن اللي فات، لان فعلا مش قادر يتخلى عنك. شايفة ان الشخص ده يتواصل معاك او مستني تواصلك، لكن بشوف في طاقته هو اللي هيتواصل يا عذراء. برج العذراء شايفة فيه خطوبة، فيه فرحة، فيه مناسبة تحضروها، فيه لم شمل، فيه 2 ستات هيجوا يخطبوكم يا بنات برج العذراء. شايفة طاقتكم في خطوبة، في معجبين، في حد على السوشيال ميديا مهتم بيك قوي الفترة دي، هيبادر معاك باعتراف مشاعر او بتصريح، او لو انتوا بتكرشوا على شخص ومستنيينه يتكلم، فشايفة في منه كمان كلام يا اصحاب برج العذراء. برج العذراء شايفة ان انتوا الفترة دي بتشتروا لبس جديد، بتشتروا حاجة، ولكن شايفاكم تكونوا حريصين او حذرين على الماديات بتاعتكم، لان شايفة في اسراف او في تبذير الفترة دي يا عذراء. برج العذراء شايفة كمان الفترة دي انك انت صحتكم فيها تحسن، بعض منكم بيفكر يزور الطبيب لإجراء طبي، أو بتفكروا ان كنتوا تحسنوا أو تعالجوا مشكلة صحية ما. لبعضكم ممكن يكونوا بتعانوا من أمراض مزمنة، ضغط، سكر. بعض الآخر انتوا حاسين الفترة دي ان في آلام في جسمكم، آلام في المفاصل، حاسين دايما بصداع، حاسين بطاقة كده يعني الفترة دي زهق، تعب يا عذراء، ده كله طاقة عين وحسد. شايفة في طاقة صداقات، طاقة الصداقات دي انتوا بتفكروا تطلعوا صدقة او زكاة او حاجة، او بتعملوا خير الفترة دي، لان في حاجة انتوا متخوفين منها يا عذراء. الخير والاحسان اللي انت بتعمله ده هيطفي الشر، او هيطفي نار الحاجات السيئة اللي ممكن تقف في طريقك. برج العذراء كمان بشوف انك انت الفترة دي عندك رجوع ناس لحياتك، في اعتذار هيجيلك من شخص، او في رسالة يعني فيها يعني مسامحة او مغفرة، انك تغفر لشخص او تسامحه وتديله فرصة تانية في حياتك. ولكن بشوف العذراء الفترة دي انت اكتفيت، يعني خلاص مش عندك الصبر، او خلاص زي ما بيقولوا كده طفح الكيل، انك انت مش عندك احمال او طاقة انك تدي فرصة لشخص لا يستحق، لانك شكلك ضيعت وقت وفرص كتير على ناس ما تستاهلش. دي وجهة نظرك، لكن شايفة انك انت في فرحة حلوة داخلة حياتك. شايفة كمان ان بعضكم انتوا بتحسوا بآلام في الاذن، بتحسوا في مشكلة في الجيوب الأنفية، جهاز تنفسي، أو مشكلة. بعضكم ممكن يكون بيمر بالتعب الفترة دي شوية صحي أو إرهاق، كان شايفة فيه تحسن صحي جدا يا عذراء، طاقتك حلوة قوي، وشايفة ان تغيير الجذري للأفضل يا عذراء. طاقات الأبراج ظهرت معايا، كان معايا طور، كان معايا عذراء، كان معايا كمان برج الأسد، وكان معايا برج الجدي، وكان معايا برج الحوت وبرج السرطان، وكمان معايا برج الحمل، وكان معايا كمان طاقة برج الجوزاء والدلو. كده تكون خلصت قراءتنا. اشوفكم الفيديو القادم على خير ان شاء الله. لايك واشتراك في القناة لو لسه اول مرة تشوفوا قناتي، وياريت تتابعوني على التيك توك. اشكركم واشوفكم الفيديو القادم.